كل سنة في رمضان يتعمل أكتر من 30-40 مسلسل، ولكن في النهاية ما بنلاقيش غير 3-4 مسلسلات هم اللي عليهم العين، وفي الآخر بنختار مسلسل واحد يكون الأفضل ما بينهم كلهم. أو احنا هنتكلم بقى عن أفضل مسلسلات من سنة 2017 ل 22 لحد ما الموسم ده يخلص، بعد كده نتكلم عن أفضل مسلسلات رمضان ده. يلا نبدأ. 2017 كانت مليانة مسلسلات كويسة، ولكن الأفضل بالنسبة لي كان 4 مسلسلات، وأولهم كان مسلسل كلبش. مسلسل كلبش يعتبر هو النقلة الثانية في حياة أمير كرارة. شخصية سليم الأنصاري هي اللي علقت معانا ومع أمير كرارة نفسه، لدرجة إنه قعد فترة بيكرر شخصية كلبش، وحتى لما خرج منها معرفش يخرج من الدور. وفي سنة 2017 كان عامل ضجة كبيرة قوي. بعد كده معانا مسلسل كفر دلهاب ليوسف الشريف. خلينا متفقين ان يوسف الشريف ضعيف شويه في تأدية الرياكشنات قدام الكاميرا، يمكن الانفعالات منه بتخرج هاديه دايما، وفي بعض الاحيان بتخرج هاديه زياده عن اللزوم، فده ساعات بيحسس الناس انه ما بيعرفش يمثل. لحد ما جه مسلسل كفر دلهاب وعمل لنا اللخبطه في حساباتنا، بقينا نقول هو يوسف الشريف بيعرف يمثل ولا ما بيعرفش. مسلسل كفر دلهاب يعتبر بالنسبه لي افضل اداء ليوسف الشريف في المسلسلات، واخر حلقه واخر مشهد ليوسف الشريف في المسلسل يعتبر هو الماستر سين للمسلسل، ولكن انا بالنسبه لي ده الماستر سين ليوسف الشريف نفسه. فبالتالي مسلسل كفر دلهاب يعتبر من افضل المسلسلات لسنه 2017. بعد كده معانا المسلسل اللي وحشنا اللي وعدونا بيه وخلف، وهو مسلسل الزيبق. مسلسل الزيبق هو المسلسل المتكامل في 2017. من جهة التمثيل انت عندك كريم عبد العزيز وعندك شريف منير، ومن جهة القصة فدي من اجمل القصص المأخوذة عن المخابرات المصرية. فبالتالي مسلسل الزيبق كان يعتبر هو المتكامل في رمضان 2017. الزيبق. واخرهم هو مسلسل لا تطفئ الشمس. مسلسل لا تطفئ الشمس هو مسلسل كويس جدا من الناحيه التمثيليه، عندك محمد ممدوح وامينه خليل وعندك كمان فتحي عبد الوهاب، والمسلسل كان مخلي مشاعرك تتحرك معاه في كل مشهد لحد ما تيجي جميله عوض، ومشاعرك اللي كانت عماله شغاله عمال على بطال فجاه بقت لوح تلج، وكانك بتتفرج على حاجه بارده لا ليها طعم ولا لون. فبالنسبه لي المسلسل ده برغم عظمته الا ان وجود جميله عوض فيه قتل جزء مهم في مشاعر القصه. فبالتالي أفضل مسلسل بالنسبة لي ل 2017 هيكون مسلسل الزيبق، لأنه كان المسلسل المتكامل لسنتها. موسم 2018 كان يعتبر فيه مسلسلات كويسة كتير، ولكن كمان كان فيه مسلسلات تعتبر نقلة لأصحابها. عندك مثلا مسلسل رحيم بطولة ياسر جلال. شخصية رحيم كانت شخصية مركبة جدا، وعاشت مع ياسر جلال لفترة طويلة، وخلوني صريح معاكم يمكن عايشة معاه لحد النهاردة. بصوا على راكور أي شخصية ياسر جلال بيعملها بقاله فترة، أو طريقة الكلام مثلا هتلاقوها دايما فيها شبه من رحيم، وده طبيعي وبيحصل مع ممثلين كتير لما تكون الشخصية بقوة شخصية رحيم. فمسلسل رحيم هو المسلسل اللي خطف ناس كتير، وكان من أمتع القصص لسنة 2018. ونفس الكلام يمشي على مسلسل أيوب. مسلسل أيوب هو كان النقلة لمصطفى شعبان. مصطفى شعبان كان دايما بيعمل مسلسلات اللايت كوميدي، يمكن ما كانش عارف يخرج من نور الشريف في الحاج متولي، وكان مسلسل أيوب هو الوسيلة إنه يخرج من طريقة التمثيل دي. فبالتالي مسلسل أيوب بالنسبة لي يعتبر هو أفضل مسلسل لمصطفى شعبان لحد النهاردة. عايزكم تكبروا على قد ما تقدروا وبيننا الأيام. ونفس الكلام تاني مع مسلسل طايع. عمرو يوسف طول عمري شايفه ممثل قوي، ولكن مسلسل طايع هو اللي حطه في نجوم الصف الاول للتلفزيون، مش بس لانه عمل الشخصيه كويسه قوي، كمان لانه كان السبب الرئيسي لنجاح المسلسل. عمرو عبد الجليل على عيني وعلى راسي في المسلسل، ولكن دور عمرو يوسف هو كان الافضل في المسلسل من وجهه نظري. هتتدرب في عيال، هتتحاسب حرب. وبرضه في سنة 2018 نزل مسلسل كوميدي كان يعتبر من أفضل المسلسلات الكوميدية اللي أنا شفتها، وهو مسلسل الوصية. أحمد أمين يعتبر هو الجوكر الجديد من وجهة نظري، يعمل لوحده مسلسلات ينجح، يعمل مع حد جنبه ينجح اللي جنبه. يعني احنا لو بصينا على أكرم حسني لوحده هنلاقيه ضعيف نسبيا، ولو بصينا عليه جنب أحمد فهمي هنلاقيه فشل بالتدرج لتحت لحد ما الفشل جاب اخره. اما لما اكرم حسني وقف جنب احمد امين عمل مسلسل كوميدي يعتبر هو الانجح بالنسبه له. انا ابراهيم النويري ابو، وده سمسم ابن الداده. فمسلسل الوصيه سنه 2018 يعتبر هو الافضل ككوميديا، ولكن ايه هو افضل مسلسل لموسم 2018 الرمضاني؟ ولا واحد من دول. هو مسلسل ابو عمر المصري. بما فعل السفهاء منهم. السفهاء منا يا شيخ.
مسلسل ابو عمر المصري هو الافضل من وجهة نظري لاحمد عز في التلفزيون، لان المسلسل بيجمع ما بين حاجتين: عامل بناء القصة الصحيح زي مسلسلات زمان، وانه يجيب لك ازاي الشخصية دي اتكونت وازاي وصلت للي هي فيه، والعامل التاني وهو عامل التشويق باحداث الاكشن وطريقة العرض اللي احنا عايزينها دلوقتي. فبالتالي هو بيبني لك القصة من بدايتها، وفي نفس الوقت ما بيخلكش تفتقد عامل التشويق اللي احنا بنحبه في مسلسلات النهارده. مسلسل عمر المصري يعتبر بالنسبة لي هو الافضل لسنة 2018. موسم رمضان 2019 بالنسبة لي كل وحش، ولكن للأمانة كان فيه مسلسلات الكويسة زي مثلا مسلسل هوجن ومسلسل أبيل ومسلسل بركة ومسلسل أبو جبل. أنا بالنسبة لي مسلسلات 2019 كلها ما تعتبرش كويسة، فبالتالي اختاروا انتوا ايه أفضل مسلسل لسنة 2019. ونروح بقى لسنة 2020. الموسم الرمضاني لسنة 2020 معانا فيهم 3 مسلسلات، وهو مسلسل البرنس لمحمد رمضان. مسلسل البرنس لمحمد رمضان بعيدا عن كون ان البطل محمد رمضان، الا ان المسلسل ده نجح بسبب احمد زاهر وروجينا. عامل الشر في المسلسل كان هو سبب نجاحه وبسبب كلام الناس عليه، واكبر دليل على ده انك لو جيت تفتكر حاجة من المسلسل مش هتفتكر غير كلمة يا عمري لروجينا او مشاهد لاحمد زاهر. اما عن محمد رمضان فتمثيله كان كويس وكان قادر يشيل المسلسل، ولكن المسلسل ده نجاحه الحقيقي من وجهة نظري كان في ادوار الشر فيه. اللي لو غيرك عملوا الحق عيالكم فين؟ بعد كده معانا مسلسل ب100 وش، المسلسل اللي خلاني اتفرج على نيللي كريم وآسر ياسين في دور لايت كوميدي المرة دي. التيمة اللي اعتمدوا عليها في المسلسل ناجحة زيها زي تيمة الانتقام، وهي فكرة النصب او فكرة خطط السرقة عامة اللي اتعملت في مليون فيلم ومسلسل اجنبي، فهي تعتبر من انجح التيمات اللي شغالة في السوق، خصوصا كمان لما ينضاف ليها عامل الكوميديا، فبالتالي انت ضامن نجاح المسلسل. مليونير بكره هبقى مليونير. وكان يعتبر من أهم المسلسلات لموسم 2020. أما المسلسل الأفضل من وجهة نظري وكان لازم يكون الأفضل هو مسلسل الاختيار الجزء الأول. أمير كرارة يعتبر عمل دور عمره في المسلسل ده غير كمان إن أهم نقطة في المسلسل وهي قصته. كان لازم نعرف إن في أبطال حقيقيين عايشين حوالينا، وإن البطل مش زي ما بيطلع في الأفلام بيطير وبيتنطط على الحيط. البطل ممكن يكون واحد خد قرار بشجاعة لمجرد انه يحمي اهله ووطنه. قصة احمد المنسي كانت لازم تتقدم وكان لازم الكل يشوفها. ده البحر الاحمر وده البحر المتوسط، ده احلى مكان في الدنيا اسمه سينا. فبالتالي مسلسل الاختيار الجزء الاول يعتبر بالنسبة لي هو الافضل لموسم 2020. سنة 2021 كانت تعتبر سنة مميزة جدا للموسم الرمضاني، لأن أنت عندك مسلسل الاختيار الجزء الثاني بطولة كريم عبد العزيز، والمرة دي مع أحمد مكي في دور درامي أكشن. وبرغم إن القصة كانت تعتبر كويسة جدا، إلا إن وجود كريم عبد العزيز وأحمد مكي كان قادر يخلينا نقعد كلنا نتفرج. دي معركة واحدة في حرب طويلة وبدأ من زمان. بعد كده معانا المسلسل العائلي نجيب زاهي زركش بطولة الدكتور يحيى الفخراني. برغم ان المسلسل ده مش بقوة مسلسلات الدكتور يحيى، الا ان وجود الدكتور يحيى في رمضان اصلا بيديله كده لون وطعم. فانا واحد من جمهور الدكتور يحيى الفخراني، لو عمل ايه هقعد اتفرج عليه، والمسلسل بجد كان حلو وكانت قصته ممتعة. مين يعني نجيب زاهي زركش ده؟ طز. بعد كده معانا مسلسل القاهرة كابول. مسلسل القاهرة كابول برغم قصته برضو انها كويسة، ولكن ابطاله كانوا مخلينه عامل زي مباراة في التمثيل. عندك طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، مبارزة ما بين كل واحد فيهم من قادر يبدع اكتر من التاني. فبرغم ان القصة كانت كويسة، الا انك دايما هتتفرج على مشاهد تعتبر مباراة في التمثيل ما بين كل اتنين بيقفوا قصاد بعض. مين بيمولها؟ مين يخليها حقيقة؟ اللي بيملك المعلومة هو الملك. الفرق اللي بيني وبينك احنا احكامنا شرعيه. ولكن ايه هو افضل مسلسل لموسم 2021؟ وهو مسلسل المداح الجزء الاول. مدد يا رب يا رب ومن غيرك مدد يا رب. حمادة هلال من زمان ناجح في التلفزيون على فكرة، ولكن شخصية المداح حطته في حتة تانية خالص في التلفزيون. الجزء الأول للمداح يعتبر بالنسبة لي هو الأنجح لشخصية المداح، لأن القصة كانت ماشية في سياقها الصحيح وما خرجتش عنه. لأن الجزء الثاني والثالث خرجوا المداح من فكرة إنه معالج روحاني لحاجة تانية خالص، وبعد ما كان الشيخ صابر بقى سوبر صابر. فبالتالي مسلسل المداح الجزء الأول كان يعتبر هو الخطفة للموسم ده، ومن وجهة نظري هو الأفضل لسنة 2021.
سنة 22 برضو ما كانتش سنة فيها مسلسلات كتيرة كويسة من وجهة نظري، يمكن هما 3 مسلسلات. عودة الكبير قوي بجزء السادس، خصوصا ان احمد مكي رجع ومعاه بديل قوي جدا لدنيا سمير غانم ساعتها مش دلوقتي، لان رحمة احمد في بداية الموسم السادس كانت بجد قوية لدرجة ان انا قلت معقولة هتحل محل دنيا سمير غانم، وده بسبب عدم الاعتماد الكامل عليها في المشاهد. وجود كوميديا مضمونة من احمد مكي زائد كوميديا جديدة نابعة من شخصية جديدة في المسلسل كان عامل نجاح كبير للمسلسل ساعتها، وكانت تعتبر بالنسبة لي عودة قوية جدا للكبير قوي. أشرف جزء من الخلايا الجذبية بتاعته. بعد كده معانا الاختيار الجزء الثالث اللي كلنا اتفرجنا عليه. وجود كريم عبد العزيز جنب احمد عز في التلفزيون كان ليه عامل مهم جدا، ولكن الانبهار الحقيقي في المسلسل كان ياسر جلال وتأديته لدور الرئيس. ياسر جلال عمل تقمص للشخصية مرعب وكأنه بقاله سنين بيتدرب عليه، فبالتالي احنا قعدنا طول الشهر ما بنتكلمش غير على ياسر جلال والدور اللي عمله في مسلسل الاختيار، لأنه بجد تقمص روح الشخصية، مش فكرة مكياج أو شكل، هو كان قادر يجيب لك التقمص الروحي لشخصية الرئيس. فبالتالي ياسر جلال برغم وجود أسامي كبيرة جنبه زي كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلا إنه هو اللي نجح المسلسل بتأديته للدور. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. بعد كده معانا المسلسل الأفضل لسنة 22 وهو مسلسل جزيرة غمام. قلت الأرزاق حينما فسدت الأخلاق. بيننا وبين عالمهم بحر. مسلسل جزيرة غمام مش بس بيوريك قصة تتفرج عليها، ده جسد لك الدنيا كلها في مسلسل واحد، ما بين الشر الأزلي اللي هيفضل ورا الإنسان من يوم ما اتخلق لحد ما هيموت، وما بين الخير والطيبة اللي لازم تفضل تحارب الشر. أحمد أمين كان بيتفوق على نفسه للمرة المليون بشخصية عرفات في مسلسل جزيرة غمام، ده غير كمان إن أستاذ أدوار الشر طارق لطفي عمل دور خلدون بمنتهى البراعة كالعادة. فبالتالي مسلسل جزيرة غمام يعتبر هو الأفضل بالنسبة لي لموسم 2022. كل المسلسلات اللي اتكلمت عليها تعتبر هي الأفضل في الموسم بتاعها، ولكن اختيار أفضل مسلسل ده نابع ليك أنت. أنا قلت لكم على الأفضل بالنسبة لي، قولوا لي انتوا على الافضل بالنسبه لكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي.